علي القربوسي شاب تونسي مدون تونسي شاهد على تفاصيل الأحداث في ليبيا ومصر وسوريا. سوريا التي غادرها تاركا وراءه عددا من الشباب التونسي الذين انخرطوا طائعين أو مدفوعين في القتال هناك. علي القربوسي تبينت له على الجبهة حقائق عديدة يكشفها اليوم. علي القربوسي 29 سنة من قفصة، درس بالمعهد العالي للفنون والحرف، هوايته الموسيقى وهو عازف ماهر على الجيتار. عاد هذا علي القربوسي قضى أكثر من شهر يحارب مع الجيش الحر السوري، وهو قرر أن يعود بعد أن بانت له حقائق عديدة. وكالة أصفار في تونس هي النقطة الأولى للذهاب إلى سوريا. يقص به يلزم الوكالة هذيك معناها باش تشوف كمية الدناءة والقذارة، يلزم عند البيئة هذيك، يلزم الفلوس هذيك تمشي للشخص بعينه، يمشي لتركيا، من تركيا يكلموه بالتليفون يقولوا تهبط لانطاكيا تقابل أبو أحمد. وأنا نعرف الشباب اللي كانوا في سوريا واللي موجودين تو يعرفوا شكون أبو أحمد. أبو أحمد يسلمهم في الحدود الانطاكية على البر للشيخ أبو هادي. أبو هادي عنده هونداي سيرة أو شنو تكلف حوالي 25,000 دولار. يا أبو قلب وأنا ونيتي نشري عجل. يدخله أبو هادي الأول نقطة لما يسمى بالجيش السوري الحر، وينطلق في الجهاد، ويرجع أبو هادي يبات في حربية مدينة الأحلام في تركيا. سألناه عن مصير هؤلاء الشباب بعد أن دخلوا التراب السوري. أنا التوانسة اللي موجودين أنا نتمنى أنه أي واحد فيهم يسأل على عملية حمص، كيف تم قتل أكثر من 124 ليبي والتونسي وحرقهم في عملية حمص للاتهام الجيش العربي السوري بأنه قام المقتل. واثنين، لا يمكن لأي جريح عربي يقاتل في سوريا أن يداوى. من يجرح يموت، وأتحداهم أنهم يجيبون واحد عربي جريح عربي فقط يداوى في أحد المستشفيات الميدانية. احنا غادي حملة مدافعة نتاع العرك، احنا غادي الزيت اللي قاعدين يجريسوا بيه في الدم السوري اللي قاعد يسيل. وقت اللي يجي شيوخ تدعو الى الجهاد في منابر وائمه، كيف يمكن انك تدعو الى الجهاد في مكان لا تعلمه؟ من يذهب للجهاد؟ يذهب المفقرون والمعدومون وليس لديهم مستقبل والفاقدين الامل في الحياه. هل شفت نهار واحد معناها عنده اكس 5 ماشي يجاهد؟ ولاد المفقرين ولاد الشعب ولاد الاحياء الشعبيه يبعثوا فيهم لسوريا لانهم قاعدين يخوضوا في حرب بالوكاله في سوريا. اليوم غدوه انا شاب تونسي، انا واحد من الناس مش عارف يمكن لاني الحمد لله اني بديت نحقق في املي، رجعت نعيش حياتي الطبيعيه. لكن هما زاد لو انه كل واحد فيهم تفحت له باب للانتاج للعمل باش يبدع باش يجاهد، لكن باش يجاهد في مكانه باش يحاول انه يصنع وطن يرقب وطن. هناك على الجبهة في سوريا ما زال التونسيون آخرون في قلب المعارك، وربما هناك من يستعد للالتحاق بهم من شبابنا. هو عاد أما آخرون فمصيرهم مجهول.